فضل الأيام العشر من ذي الحجة، وتمتد من دخول شهر ذي الحجة إلى العاشر منه، وهي أيام اختصها الله تعالى بفضل عظيم عن بقية الأيام، وذلك كما قال العلماء لأنها أيام وقعت في شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم، ويقع فيها ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج، وفيها يوم عرفة وصومه يكفر سنتين، وفيها يوم الأضحى وهو ربط بين نبيين كريمين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله تعالى هذه الأيام إشادة بفضلها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، بل جعل العمل الصالح فيها خيرا من الأعمال الصالحة في بقية السنة، وحث فيها على اغتنام الأوقات في عمل الطاعات، حيث قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. فالعمل الصالح مطلوب في أيام العشر من ذي الحجة، ومن جملته المحافظة على الصلاة المفروضة في وقتها، وإقامة النوافل والصيام وقراءة القرآن الكريم وتدبره والإحسان إلى الغير والتصدق عليهم وفعل الخيرات وغيرها كثير. من الأعمال المطلوبة ذكر الله تعالى كثيرا وتعظيمه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيام العشر من ذي الحجة: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد. وقبل ذلك مراقبة القلب وتنقيته من الأكدار والشواغل، واستقامة القصد وإخلاص النية لله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، وبلغنا وإياكم منازل الأنبياء والشهداء والصالحين.